القضايا مشيرا إلى أن لقائه بالقادة الألمان تناول بالتفصيل تطورات المشهد في مصر. معنا على الهاتف سيادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أهلا بك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين يا فندم. سيادة اللواء، ملف مكافحة الإرهاب والحديث حوله يمكن الرئيس تكلم فيه مع المستشار الألمانية بشكل أكثر تفصيلا. إيه أهم النقاط يمكن اللي ألقي عليها الضوء واللي بتهم الجانب الألماني في هذا الملف؟ طبعا هو كان في شرح واضح وصادق جدا للرأي العام الألماني عن دور مصر في مكافحة الإرهاب واستخدام المفاهيم الخاطئة للدين لجذب مؤيدين للإرهاب. ويمكن كلمة الفاشية الدينية دي كلمة يمكن الألمان يعني موجودة عندهم في قاموسهم منذ زمن. فدي نقطة مهمة، وخاصة إن في اهتمام يعني ابتدى يظهر في أوروبا بالكامل بالإرهاب، في وجود حوالي تقديرات بتقول 3000 فرد أوروبي في داعش. فبالتالي كل جولات الرئيس الحقيقة كان موضوع الإرهاب والتعاون في مكافحة الإرهاب هو كان قاسم مشترك في كل هذه الزيارات. والنقطة الثانية اللي يأكدها أن الإرهاب الموجود في منطقة الشرق الأوسط إرهاب عابر للحدود، فبالتالي ليست أوروبا بمنأى من هذا الإرهاب. وشفنا بعض التفجيرات، يمكن شارلي إبدو كان في على التزامن مع شارلي إبدو تقريبا بعدها بيوم كان في تفجير في ألمانيا. ما كانش فيه الحمد لله إصابات، لكن يعني دي نقطة لازم يفهمها الألمان. وكان الحقيقة ده تأكيد من رئيس الدولة في مؤتمر مع المستشارة ميركل، كانت نقطة قوية جدا. طب سيادة اللواء، بالنسبة للجانب الألماني في هذا الملف، كيف يساعدنا الألمان في مواجهة الإرهاب أو في يعني دعم ملف الإرهاب في مواجهتنا معاه تحديدا في شمال سيناء؟ طبعا دي نقطة مهمة جدا، توفير قاعدة بيانات دولية وانتقال هذه البيانات من دول لأخرى بتساعد جدا في الإرهاب، لأن مش ممكن إن في ناس ترتكب عمليات إرهابية وتلجأ إلى دول وهذه الدول تحتضنها أو تحتضن أفكارها. زائد الدعم الخفي لانتقال الأموال، دي نقطة برضو مهمة. الأموال بتنتقل بصورة خفية تحت مسميات ومظلات مختلفة للإرهابيين، بتحول بعد كده لإسلحة وبتحول لعناصر تجذب المزيد من الإرهابيين. فدي يعني الحد الأدنى للتعاون، إذا كان في بعد كده تعاون على مستوى السلاح مثلا؟ بالظبط يا فندم. يعني منظومات التسليح وتحديثها، سلاح جديد يدخل للدول اللي هي يعني بتكافح الإرهاب. فدي يبقى الخطوة رقم 2. الخطوة رقم 3 يبقى في دعم حتى على المستوى الدولي. يعني حتى الآن ما فيش تعريف دولي للإرهاب في الأمم المتحدة، فدي يعني نقطة سلبية يعني يجب التغلب عليها في العالم كله. وأنا شايف إن الجولات السيد الرئيس كلها يعني بينشد هذا الموضوع، فممكن يكون أساس لوجود تعريف في الأمم المتحدة. طب سيادة اللواء، بالنسبة لجانب آخر، يعني قبل السفر الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا يمكن كان هناك حديث حول التواجد الإخوان الكبير، يمكن تواجدهم بشكل كبير في ألمانيا، وأيضا يعني عارفين في عدد كبير جدا من الأتراك موجود في ألمانيا، بجالية بتصل ل6 ملايين. أيوة يعني مواطن عايش في ألمانيا، وأيضا أكيد بتصل ليهم الزراعة الطولة للحكومة التركية ليهم، وأكيد بتدعمهم. يعني هذا الدعم الذي يوجد للإخوان في ألمانيا، واللي الحمد لله ما ظهرش بشكل قوي في هذه الزيارة. طب ممكن ألمانيا تبتدي يعني تعمل عملية يعني تحجيم لهذا التواجد، لأن هم أكيد بيؤثر بشكل أو بآخر على دعم الإرهاب داخل مصر من خلال هذه الجماعة؟ دي نقطة مهمة، لأنه بيأثر على يعني قد يدعم. أنا برضو مش عايز أكذب، لأن ما فيش معلومة بتقول إن هو فعلا الجالية هناك التركية إذا كانت بتدعم ولا لا، لكن على الأقل إنها هذا الشرح الواضح. يعني أنا شايف إن الرئيس كان بيشرح مش بس للإدارة الألمانية أو للمستشارة الألمانية، لأن دول برضه عندهم أجهزة مخابرات الدولة عارفين المعلومة، لكن هو بيشرح للشعب الألماني على وجه الخصوص. وبالتالي هيخلي ده الرأي العام الألماني يعني يعرف الحقائق على أصولها. لأن برضه خلينا برضه أمنا مع بعض، في قصور إعلامي من الدول العربية كلها في شرح القضايا دي في أوروبا.
فبالتالي كون ان رئيس الدوله يشرحها للراي العام الالماني دي نقطه قوه. وبالتالي طبعا لا يعني عشان برضو يكون في امانه في طرح هذا الموضوع، مش عايزين نتخيل ان اي تحرك دبلوماسي للرئيس او لاي قيادات من الدوله هيكون ما فيش فيه اي عناصر كده بتظهر على السطح ضعيفه حتى في هذه الدول من الجماعه الارهابيه او خلافه، لكنها في النهايه بتبوء بالفشل لان بيبقى التحرك له مصداقيه عاليه وله تجهيز عالي فبيفشل. يعني الاعداد حتى يمكن التقديرات قالت انها ما تزيدش عن 150 واحد. يعني كان شكل هزيل جدا يعني سياده كان اللواء شكل طيار. هزيل اساء ليهم او اوضحهم بصوره يعني سيئه اكتر. يعني انا بتخيلوا ان لو ما كانش فيه كانت قال ان اتحجموا من البوليس الالماني ولا حاجه، لكن ظهورهم كده بهذا الشكل السيء وظهور جاليه محترمه برضه مصريه يعني ظهرت بشكل مشرف. وعلى فكره الرئيس نزل في الشارع في برلين، دي نقطه برضه كانت يعني سابقه يعني حقيقه طيبه جدا. سياده اللواء طيار كان حرب شامل حلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، بشكرك جدا على هذه المداخله.